مساء الخير واهلا وسهلا بكم مع لاكي كيكس في فيديو جديد. والنهاردة هنعمل مع بعض انجلش مافن، نوع من انواع المخبوزات اللذيذة جدا بتتاكل على الفطار، مشهورة قوي في انجلترا وفي كل الدول الاوروبية وامريكا. سهلة وبسيطة ومكوناتها سهلة قوي وطريقتها سهلة وتقدري تعمليها بمنتهى السرعة والسهولة، تاكلي حاجة كده فريش وجديدة ومختلفة. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو انتي اول مرة تشوفيني، انا اسمي مها كيك ارتست، ولو ما اشتركتيش في القناة ياريت تشتركي عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو ياريت ما تنسيش تعملي لايك وشير. ويلا بينا نبدأ وصفتنا. واول حاجة هبدأ بيها اني هنشط الخميرة، هحط حليب مع مية وخميرة فورية، وطبعا السكر عشان يشغل الخميرة. وهبتدي ادوب المكونات بتاعتي، اقلبها شوية كده وهسيب الخميرة تشتغل معايا. تقدري طبعا انك لو انتي واثقة في الخميرة بتاعتك ومتأكدة انها نشطة مفيش مشكلة خالص، بس هي الطريقة دي طريقة تقليدية، ان احنا بنشغل الخميرة الاول بعدين بننزل بيها على الدقيق. بعد 10 دقايق بتكون الخميرة بتاعتي خمرت بالشكل ده، وبيكون عملت فقاعات كده على الوش بتاع الطبق بتاعي. ببتدي بقى اجيب المكونات الجافة بتاعتي، عبارة عن دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق مخبوزات زي ما تحبي، وهنزل عليهم بشوية من الملح وهقلبهم مع بعض عشان الملح يتخلل كده مع الدقيق ويتقلب مع بعض كويس، قبل ما انزل بالخميرة بتاعتي اللي معاها المية والسكر والحليب. وكمان هحتاج معلقتين من الزيت النباتي، ممكن تستخدمي الزبدة مفيش مشكلة، لو دوبت شوية زبدة حوالي معلقتين صغيرين من الزبدة، وهقلبهم مع بعض كده. وبعدين ابتدي اعجن العجينة بايدي، هي مش بتاخد عجن كتير، هي بس اهم حاجة تلم على بعض، بعجنها حبة خفيفة خالص وباخدها على البورد بالشكل ده بعد ما تلم معايا. وبس شوية صغيرين، عندك عجان مفيش مشكلة تقدري تعملي في العجان، لكن انا بحب اعملها فريش كده كل يوم، شوية حبة صغيرين حبة صغيرين عشان تكون فريش نقدر نفطر بيها. وباخد العجينة بتاعتي بحطها في طبق فيه زيت وبدهنها بشوية من الزيت وبغطيها وبسيبها تخمر. طبعا مدة التخمير دي تعتمد بقى على المطبخ عندك ودرجة الحرارة. انا عندي في انجلترا جو برد جدا، فبسيبها في مكان دافي لمدة ساعة ونص او ساعتين تقريبا. والمكون المختلف عندي هنا هو الكورن ميل او دقيق الذرة الصفراء، وده موجود في كل السوبر ماركت وموجود في كل المحلات، يعني متوفر. لو انتي في انجلترا هتلاقيه في كل محلات الهندي او المحلات اللي بتبيع الحاجات العربي، ولو انتي في مصر طبعا او في الدول العربية ده متوفر في كل السوبر ماركت. طريقة الخبز اللي احنا بنعمله ده هو يعني قريبة جدا للطريقة العادية التقليدية بتاعة العيش، لكن هي اللي بتفرق فيها هي طريقة فرده وطريقة تسويته. بيكون الكورن ميل بيكون باودر بالشكل ده ناعم، وبعدين برشه في الطبق اللي هحط فيه اللي هقطع عليه العجينة او هفرش عليه العجينة. ودلوقتي العجين بتاعي خلاص اختمر بعد تقريبا ساعتين. شوفوا بقى القوام بتاعه قد ايه طري وجميل جدا وسهل قوي في الفرد. انا هفرد بايدي كده فرد بسيطة، انا مش عايزاه رفيع قوي، يعني بيكون حوالي نص سنتي تقريبا الارتفاع بتاعه. وهفرد بالنشابة حاجة بسيطة، ما تشديش قوي على العجين، ما تضغطيش عليه جامد، احنا عايزين يحتفظ بالهواء اللي موجود جوه بالشكل ده. وبعدين بقطعها مدورة، ببتدي اقطع دواير من الانجليش مافن. وده طبعا زي ما قلت لكم انا بحاول اديكم الوصفة الاصلي القديمة جدا جدا، نوع من انواع العيش الجميل قوي، طعمه فريش وريحته مش عارفة اقول لكم قد ايه جميل. من المخبوزات الجميلة جدا السهل قوي في تشكيلها وفردها، وتقدري تعمليها اي وقت للولاد في الفطار، فعلا هيحبوها قوي. بتتقدم على فكرة في كتير قوي من المطاعم والمطاعم المشهورة المعروفة، حتى مطاعم التيك اواي بتتقدم كفطار مع البيض. هوريكم انا النهاردة كمان ازاي بقدمها. حطيتها بقى على الطبق اللي عليه الكورن ميل، وبعدين هحط شوية كمان من على الوش بالشكل ده من دقيق الذرة، وهسيبها بقى ترتاح 10 دقايق ربع ساعة كده لغاية ما اجهز باقي الانجليش مافن بتاعتي. واشوف بقى ازاي هسويها على البوتاجاز بطريقة سهلة جدا. عندي طاسة او اي حاجة تكون مش بتلزق، واعلي النار وبعدين هوطيها اول ما اتأكد انها سخنة،
واحط شوية صغيرين من الزيت النباتي، وهبتدي اخد الانجليش مافن بتاعي. شوفوا بعد ما ارتاح عالي شوية بسيطة، وهرصهم بالشكل ده. اهم حاجة يكون في بينهم مسافات علشان ما يلزقوش في بعض، لو عليوا شوية او ارتفعوا بنديهم بس شوية مساحة كده، وما حركهاش خالص. هتأكد بس ان هي ابتدت تستوي من تحت، لكن ما افضلش احرك فيها، يعني مش زي العيش بتاعنا اللي بنقلب من هنا ومن هنا عشان ينفخ ويدخل هوا، لا احنا بنسيبها لغاية ما يتلون القاعدة بتاعتها تلون، يبقى لونها ذهبي كده، ابتدي ان انا اقلبها. هتاخد حوالي نص دقيقة على كل وش. شايفين بقى اتلون ظهرها ازاي وبقى ذهبي؟ هقلب الباقي وهسيبها برضو نص دقيقة تانية او دقيقة تقريبا لغاية ما اتأكد ان الوش اتحمر، وهو ده اللي بيخلي يعني بيأكد لنا ان هي خلاص استوت. سيبها بقى تستوي خالص، وبعدين شوفوا بقى شكلها خلاص كده استوت. هرفعها واحطها على كولين راك او على اي حاجة تبرد بالشكل ده، ومش بغطيها، يعني مش بنحتاج ان احنا نغطيها ولا حاجة، احنا عايزين تفضل مقرمشة من بره وطرية من جوه. وزي ما قلت لكم انا بحب اعمل كمية صغيرة وناكلها في نفس اليوم، لكن طبعا تقدري تعمليها وتحتفظ بيها في كيس بلاستيك بتفضل فريش وطرية. بتسخنيها بس هوريكم دلوقتي احنا بنعملها ازاي. شوف بفتحها من جوه مستوية من جوه وجميلة جدا جدا، مش عارفة اقول لكم ريحتها قد ايه جميلة جدا. احنا بقى في انجلترا مش بناكلها كده، احنا لازم نحطها في التوستر الاول نحمصها، وبعدين نبتدي ندهن عليها شوية من الزبدة، وبعدين تعمليها ساندويتش بقى اللي نفسك فيه. انا النهاردة حطيت شوية سلامي على شوية جبنة تشيدر على تركي مدخن مع بيض، اللي بتحبيه. تقدري تاكليها مع زبدة ومربى زي ما تحبي، اهم حاجة انها تتحمص شوية قبل ما تاكليها عشان تديكي بقى القرمشة من بره كده واللون التحفة ده، ومن جوه بقى تبقى لقمة طرية ولذيذة قوي قوي. اتمنى يكون وصفة النهاردة عجبتكم وتقدروا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنت. بشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله على خير. تحياتي لكم، مع السلامة.